اللي فات اتكلمنا عن علاقة الفقر بالإبداع، وإزاي الظروف الصعبة تقدر تطلع مننا أفكار عبقرية. لو مشفتش الفيديو ده دوس على العلامة اللي فوق واتفرج على الفيديو من هنا. النهاردة بقى هنتكلم عن فيلم مختلف، هو فيلم موسى. موسى هو أول فيلم روبوت في السينما المصرية، إخراج بيتر ميمي، وبيحكي عن شاب في كلية هندسة فقد والده وبيحس بوحدة كبيرة في حياته، بيتعرض للتنمر والظلم، وفجأة بيقرر يبني روبوت ذكي وقوي، مش عشان يخدم الناس بس عشان ينتقم من الناس اللي ظلمته. بس لما تتفرج هتكتشف ان القصة مش عن الروبوت خالص، القصة عن الانسان اللي جواه، عن الوحدة اللي ممكن توصلك لمرحلة انك تبني حاجة بايدك عشان تحميك او تحارب بيها. ازاي اثر فيا؟ بصراحة انا شفت نفسي في البطل، مش عشان انا عبقري او مهندس، بس عشان حسيت بالوحدة اللي هو كان فيها، حسيت باحساس انك مش مفهوم وانك لوحدك وسط الزحمة. بس في نفس الوقت حسيت ان هو بيعبر عني لما حاول يخلق من الوجع ده حاجة حقيقية، فكرة، مشروع، حاجة بتتكلم مكانه. وده اللي خلاني افكر، طب انا بعبر عن اللي جوايا ازاي؟ اوقات بكتب، اوقات برسم فكره، او منتج فيديو، بس في الاخر هو نفس الشعور، انك تطلع اللي جواك في صوره اي نوع من الابداع. الفيلم خلاني افهم نفسي اكتر وافهم اللي حواليا. كل واحد حوالينا عنده روبوت جواه بيهرب بيه او يحاول يلاقي فيه نفسه. ممكن تبقى موهبه، شغل، او حتى فكره مجنونه. الفيلم وراني ان الفكر والابداع مش ممكن بس يكونوا ادوات، دول ممكن كمان يكونوا مرايات بنشوف فيهم نفسنا مش بس العالم. وفي الاخر فيلم موسى مش مجرد فيلم خيال علمي، هو تجربة إنسانية بيورينا إن إحنا ممكن نحول الوحدة لقوة، ونحول الألم لفكر، وده فعلا الإبداع الحقيقي. لو لسه مشفتش الفيلم أنصحك تتفرج عليه من منظور تاني، مش بس كروبوت، هي رحلة جوه عقل وقلب بني آدم بيحاول يدور على نفسه. وبكده نكون خلصت الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتشاركني في الكومنتات عن إيه العمل الفني اللي فعلا بيعبر عن شخصيتك.